خلينا ناخد اتصالات حضراتكم الهاتفيه. محمد من القاهره. اهلا يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ ايوه يا فندم. اهو يا استاذ وحيد، السيسي وحمدين قدموا ولجنه الانتخابات قبلتهم، و2 مايو هتبتدي الدعايه، واخر الشهر ده هيبقى عندنا رئيس. ايه راي حضرتك بقى؟ وايه يعني؟ يعني وايه يعني؟ وايه يعني؟ انت مش قلت مش هيجي رئيس؟ طب ما هو احنا ماشيين زي الفل اهو. وايه يعني؟ طب هقول لك على حاجه ما كنتش عايز اقولها لك. لا قول لي على حاجه ما كنتش عايز تقولها لي. لان انت قلت السيسي وقدم وهو وحمدين صباح. بص يا سيدي، في شهر 11 اللي جاي او شهر 12 ان شاء الله هيطلع لك البيان التالي في التلفزيون في القناه الاولى بالليل الساعه 11. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، لقد تولى سيادة الفريق فلان الفلاني حكم البلاد، وعلى الشعب تنفيذ الامر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا دي واحد. لا دي واحد سعيد. دلوقتي في رئيس هيكسب في الانتخابات الجايه دي ولا لا؟ مفيش انتخابات برضه. انا بقول لك يا راجل دي خلاص اهو. انا بتصل بك عشان موضوع الرئيس مبدئيا. لا انا بقول لك مفيش انتخابات ان شاء الله. لا يعني دي يا استاذ وحيد، يعني انت بتقول لي انه اللي هي الانتخابات اللي هي 27 و28 مايو دي مش هتحصل؟ لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. امال انا بقول لك دلوقتي صوره البيان اللي هيتقال في التلفزيون ازاي؟ سيبك من البيان ده لسه في ديسمبر. لسه فين؟ في ديسمبر يحلها ربنا. طيب انا بكلمك على مايو. مفيش انتخابات ان شاء الله. لا اله الا الله. وبعدين الرئيس اللي جاي هيقعد 4 سنين عامة، يعني ما يسيبك شهر ولا 2 ولا 3، لا هو 4 سنين وهيتغير تاني الرئيس اللي بعدها ان شاء الله. يعني انت بتقول لي ان الرئيس اللي جاي ده جاي في ديسمبر، مايو ما فيش رئيس جاي؟ طبعا. انا عايز اسالك سؤال يا استاذ وحيد. اتفضل. هو انت ليه تليفونك ما بيطلعش عندنا؟ مش عارف والله يا عم. مش عارف، بس انا طالبك عشان موضوع تاني مهم. قول الموضوع. الطيارات الاباتشي ال10 اللي اتعمل لهم صيانه. لا دول ما بيتعملهمش صيانه، دول جداد. جداد. طيب ايا كان واتفر هم ال10 اللي بيتعمل لهم صيانه ولا جداد، يبقى شوف الاجهزه اللي جايه فيها هل هتعرف تشتغل بكفاءه عشان تقوم بالجوب بتاعها الرئيسيه ولا لا؟ لا واحنا اللي هيستلمهم هنا مثلا سباكين؟ احنا عندنا امهر ناس في القوات الجويه المصريه. ما هو هيستلموهم بس وخلاص. دي نقطة. تاني نقطة بقى مهمة بقى، ولازم الناس تعرفها، مهمة جدا جدا، سابنا عند الله بفضل الله. الإخوان الوقت والجماعات الإسلامية بدأت تندثر. ما حدش سأل نفسه ليه؟ تندثر؟ تندثر نهائي بين العمل بتاعها اللي هو الجماعات والكلام الفاضي اللي بيعملوه ده، والداخلية والكلام الفاضي ده. عشان الشعب ده شعب محترم وقدرنا نقف قدامهم كلهم. شعب محترم عامة الحمد لله، وشعب مصر شعب طيب. طب هما بيندثروا ليه؟ لان التحالف بتاع القوى المخابرات العالمية، اجهزة المخابرات كلها، وده تم الاسبوع اللي فات، لا اللي قبليه حصل اجهزة المخابرات قابلوا بعض وقالوا الاخوان دول يمشوا؟ لا، اجهزة المخابرات الاسبوع اللي فات ده اللي قبليه تم اجتماع موسع جدا مع القادة لتنفيذ المهام الرئيسية القادمة في مصر، وليس بقى الإخوان والجماعات الإسلامية. يعني بدل الإخوان طبعا هيبقى في قاعدة. طبعا تم استخدام القاعدة في الأيام القادمة لأحداث إن شاء الله مش عايز أقولها حقيقة، يعني لأنها صعبة جدا في البلد. طب أنا عايز أركز على سؤال يا أستاذ وحيد. اتفضل يا فندم. لو يوم 28 29 حصل انتخابات وجه رئيس نعمل إيه؟ لو حصل انتخابات وجه رئيس، سألتنا قبل كده قلت لك الأحداث القادمة سوف تشهد بأنه لا توجد أي انتخابات بفضل الله سبحانه وتعالى. طب أنا بقول لك وبأكد لك إن شاء الله في شهر مايو جاي رئيس. نعم. أنا بأكد لك إن شاء الله في شهر مايو اللي جاي رئيس. وأنا بأكد لك أقسم بالله العلي العظيم لن يأتي إلا رئيس بدون انتخابات في نهاية السنة او بدايه السنه القادمه بالبيان العسكري اللي قلته لك. يا عم هانت ايه قدامنا شهر، شكرا ليك. واخد بالك؟ كلها شهر. شكرا، ايه المشكله يعني؟ شهر وان شاء الله هيجي رئيس.
هيجي رئيس وهنعمل برلمان، والبلد دي هتبقى زي الفل، ولا قاعده ولا واقفه. وهي دي الدوله الوحيده اللي واقفه في البلد دي، وهي دي الدوله اللي قادره انها تواجه كل الناس حواليها. وكل الدنيا بتلف دلوقتي علشان الحمد لله الاشياء كلها بتتحسن عشان مصر دي تقف